ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ جايه لكم بقى النهارده في الفيديو هشرح لكم ازاي تحطي الكونتور بتاعك، ازاي تعملي الكونتور بتاع الوجه وكمان الكونتور بتاع النوز. انا مني الفيديو ده ازاي اوضح انا بعمل الكونتور او ازاي تعملي الكونتور لنفسك لمتابعتي حبيبتي من العراق. فانا جيت لك النهارده اعرفك ازاي تعملي الكونتور بطريقه مظبوطه، وكمان ازاي تحطي الهايلايتر في مناطق الاضاءه والمناطق الصح اللي تنور معاكي البشره وتخليها جلوي وحلوه قوي. ايه هي انواع الكونتور، سواء الكونتور الباودر او الكونتور الكريمي، وكمان هقولك على انواع الاضاءات والالوان اللي انت بتحطيها وكل لون مناسب لكل بشره. اول حاجه عندنا الكونتور الكريمي اللي هو زي ده، بتبقى العلبه دي بتبقى بالشكل ده، فيها درجات التنوير وكمان فيها الكوريكت وكمان فيها الكونتور الغامق وكمان الكونتور الفاتح. بننور بايه؟ على حسب نوع البشره او على حسب درجه البشره. لو بشرتك تتصنف من البشره البيضاء يبقى دي نوع الاضاءه الكونسيلر اللي احنا بنحطها بعد الفونديشن. بنستخدم الدرجه دي للبشرات الفاتحه، تمام، والدرجه دي بنستخدمها للقمحويه والمايله الى غامقه. كده في زي الباليت بتاعت NYX دي باليت كون 8 درجات الكونتور كلها، مجمعه كل درجات الكونتور يعتبر، وكمان درجات الهايلايتر والاضاءه الكومباكت بتاع كميك اب ارتست يعني بيسموه البرونزر. النوز عندنا هنا حسب النوز عندك، لو النوز عندك عريضه وعايزه تلمي الجناب ونازله بالعرض، هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي ناخد خط رفيع من عند اول الحاجب، تمام، الخط هيبتدي يتاخد من هنا كده ومن هنا، ضمي الخطين على بعض اللي هم بتوع الكونتور، كل ما النوز بترفع معاكي وتديكي شكل احلى. وعايزاكم تلاحظوا معايا الفرق، شايفين بالشكل ده كده، واقرب الخط التاني منه بالشكل ده وبنزل بيه على تحت بالشكل ده واسحبه لحد اول الحاجب. عندي خطين معايا صغيرين بالشكل ده، هبتدي اعمل ايه؟ ببتدي بنفس البروش ببتدي ابلند الخط ده في نفس مكانه، ببلند كده بالشكل ده. شايفين انت عندك النوز من تحت، من اول النوز من هنا عريضه منفوخه، بتبتدي تضمي باللون الغامق على العرض ده من تحت. كومباكت باودر عندك درجه فاتحه بالشكل ده، واي اسبونجه عندك بالشكل ده، هتاخدي نقطه، اسبونجه تبقى مثلثه كده، هتبتدي تاخدي نقطه وتخففيها على ايدك بالطريقه دي، وهنبتدي تحت، شايفين بالطريقه دي الخط الغامق اللي احنا عملناه، وهنبتدي نسحب على تحت. هنيجي عند الخط اللي في النص ده ونحط كومباكت فاتح الجبهه. لو انت عندك الجبهه هنا عريضه، تمام، والجناب هنا برضو عريضه، هتعملي ايه؟ نبتدي نغمق من الجناب من هنا ومن هنا ومن النص، نعتبر ان هنا الجبهه ونبتدي نغمق من النص كده الجناب هنا وبالشكل ده من هنا. شايفين البروش عامله ازاي؟ وبكده اكون غمقت الجناب. اللون الفاتح بتاعي من الكومباكت وابتدي احط في النص في المنطقه دي، شايفين؟ نيجي بقى عند الخدود. عندنا بنيجي من عند اول الودن، بنبتدي نشوف احنا خدودنا محتاجه ايه. هل خدودك مليانه محتاجه تسحبيها لتحت، ولا محتاجه خدودك رفيعه محتاجه ترفعيها الكونتور، سواء دي او دي بتبقى للباودر ودي بتبقى للكريم، بندمج بيها الكونتور الكريمي كده بالشكل ده. مش هدخل عند الخد كده، انا بسحب من عند اول الودن وندخل على جوه ونعمل بلند كده، كانك بتحطي بلاشر بس من اول الودن لحد اول النوز هنا. واحنا بنحط البلاشر بيبقى في الجنبين دول، في تفاح تضحكي هتلاقي الخدود عندك رفعت فتبقى البلاشر. برضو نفس الكلام، عايزه مع الكونتور سحب الوش تحطي البلاشر من اول فوق الكونتور من هنا، عايزه مع الخدود المرفوعه نحط البلاشر على الخدود من هنا. ده انا بحط فيها الهايلايتر بتاعتي. وكمان ايه بروشز بتاعت الهايلايتر، عندك 2 بروشز، ممكن دي بتاعت الهايلايتر وممكن دي كمان، او اي بروش عندك صغيره انت بتحبيها. اللون ده من الهايلايتر عندي، دي نحط فين؟ الهايلايتر بيتحط هنا من اول منطقه النوز هنا في النقطه دي عند الارنبه بتاعه النوز، والنقطه بتاع من عند الجبهه في الحته دي ما بين الحاجب وانتي طالعه العيون هنا بالطريقه دي، هنا بالطريقه دي عند اول رفعه الخد بالشكل ده، وببتدي اعمل بلند واطلع بيه فوق عند الحاجب والودن
المنطقه دي بسيبها وباجي عند اول رفعه الخد وببتدي احط الهايلايتر بتاعي واسحب لفوق، وببتدي اجي عند المنطقه دي بتاعه الحاجب عندي وببتدي اعمل كده، احط الهايلايتر ما بين الحاجب عندي بالطريقه دي، احط في اول الشفايف وعند الدقن لو انتي حابه. هي دي مناطق الاضاءه، ممكن تزودي هنا شويه على حسب بقى الميك اب اللي انتي عاملاه. وكمان بنحط تحت الحاجب هايلايتر بيديله تنويره واضاءه. بس كده الفيديو ده يكون الكونتور بكل بساطه وبكل سهوله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم على خير، باي.